لن تمر صدمة الزلزال بسهولة على الأتراك والسوريين أو معظم المتابعين، لأننا بشر سنربط كل شيء بالزلزال، كظهور غيمة غريبة الشكل في السماء، أو جفاف مياه بحيرة، أو نفوق سمكة في حوض السمك في البيت، أو حتى ملاحظة شق بسيط في جدار البيت. نقول قد أتت النهاية. لكن الزلزال المدمر حدث في بقعة من الأرض وامتدت آثاره لمئات الكيلومترات، لا أحد ينكر، ولكن بشكل خفيف كلما ابتعدنا عن مركز الزلزال. مركزه في كهرمان-مراش هنا، أما مدينة قونيا مثلا تبعد حوالي 500 كيلومتر نحو الغرب. بعد 20 يوما على الزلزال تفاجأ المزارعون في ولاية قونيا بظهور هذه الحفرة الضخمة في حقل زراعي